القصة بتحكي عن جسر ملعون، عبارة عن كوبري قديم ومتهالك، وبيقال إنه مسكون بالجن والشياطين وأرواح الناس اللي اتقتلت وتعذبت هناك. في وقت من الأوقات كان في مجموعة من عبدة الشياطين بتروح هناك وتحضر طقوسهم الشيطانية، ويقدموا القطط كقربان للجن بعد ما يخلصوا عليها. ده غير قصة الراجل اللي تم شنقه هناك، والست اللي غرقت هي وبنتها، وغيرها من القصص المرعبة اللي بتدور حوالين المكان ده. الكوبري ده اسمه كوبري دينتون، وتم تصنيفه مؤخرا على إنه واحد من أخطر الأماكن المسكونة على مستوى العالم. أي شخص بيعدي هناك سواء بالليل أو بالنهار لازم يتعرض لنشاط خارق للطبيعة، زي مثلا ظهور الأشباح والخيالات السوداء، يسمع أصوات الماعز والغنم من غير ما يكون في أي حيوانات هناك، يتهيأله إن في حد ماشي وراه، وكمان يسمع صوت رجليه على أرضية الكوبري الخشب، وغيرها من الأحداث المخيفة. لكن أصعب حاجة بتحصل مع الناس هناك إنك ممكن تتعرض للضرب والخربشة والعض من غير ما يكون في حد حواليك أصلا. طيب مين اللي بيعمل فيك كده؟ بيقال إنها أرواح الناس المؤذية اللي استقرت في المكان ده. آسف جدا لو طولت عليك في المقدمة، ودلوقتي تعالى نحكي القصة بالتفصيل وبشكل مختصر. تابع معايا الفيديو للنهاية، وأتمنى دايما يا رب تكونوا بخير. أولا، الكوبري ده بيربط ما بين مدينة اسمها دينتون ومدينة اسمها كوبر كانيون، والاتنين موجودين في شمال ولاية تكساس الأمريكية. والكوبري ده طوله 32 متر فقط. المهم في سنة 1946 كانت مدينة دينتون عمرانة بالسكان، وأغلب أهلها بيتاجروا في المواشي، ودايما التجار كانت بتعدي فوق الكوبري الخشب بالعربيات اللي بتجرها الخيول علشان تنقل للسكان البضايع والحاجة اللي هم عايزينها. باختصار الأمور كلها في المدينة كانت مستقرة، لكن المشكلة الوحيدة والأهم عندهم هي أزمة المية، فكانوا بيتعبوا جدا في نقل المية من الأماكن والمدن المجاورة. فبناء عليه كانت انتشرت الأمراض المعدية ما بين السكان المحليون، منهم اللي مات ومنهم اللي سافر يتعالج، ومنهم اللي اتشائم من المدينة وقرر إن هو يهرب منها. وعلى مدار الوقت أصبحت مدينة دينتون مهجورة بالكامل، محدش ساكن هناك، ومفيش أي سبب إن حد يروح لها أو يعدي على الكوبري اللي بنحكي عنه. الغريب في القصة هنا إن في شخص واحد بس هو اللي رفض يسيب المدينة زي السكان الباقيين، وفضل عايش في المكان كله لوحده. وده بقى أول شخص صاحب أول حكاية مرعبة. باختصار تم قتله في المدينة المهجورة هو وزوجته وأولاده. طيب مين اللي عمل فيه كده وإيه السبب أصلا؟ تعال نقول القصة بتاعته في السريع. أولا، الشخص ده اسمه أوسكار واشبورن، وكان بيتاجر في المواشي وتحديدا الماعز، وعلى مدار الوقت بقى يوسع تجارته لحد ما أصبح أشهر تاجر للماعز على مستوى الولاية. ساعتها أوسكار علق يافطة على بداية جسر دينتون، وكتب عليها: هذا الطريق يؤدي إلى رجل الماعز، وكتب تحتها: الأفضل على مر التاريخ. وده نوع من أنواع التباهي والفخر بنفسه، والجملة دي بقى هي اللي هتكون السبب وراء قتله. في سنة 1983 كان في منظمة أو جماعة اسمها كي، ودي كان هدفها الوحيد هو العنصرية، وكانوا دايما بيضطهدوا أي شخص من أصول غير أمريكية. ولما سمعوا بشهرة أوسكار وبحثوا عن تاريخه، كانوا عرفوا إن هو أمريكي من أصول إفريقية، وكمان سمعوا إن هو بيتباهى وبيفخر بإنجازاته في التجارة، وبيقول عن نفسه إن هو الأفضل على مر التاريخ. والجملة دي كانت أثارت الغضب والحقد الشديد جواهم. ساعتها قررت المنظمة إنهم يتخلصوا من أوسكار للأبد. وقتها راحوا عند المدينة المهجورة اللي هو ساكن فيها هو وأسرته، وقاموا اقتحموا منزله وخطفوه من وسط زوجته وأبنائه، وراحوا عند بداية الجسر الخشب، وتحديدا جنب اليافطة اللي كان معلقها. ساعتها ربطوا حبل في الكوبري عامل زي المشنقة، ولفوه حوالين رقبته ورموه ناحية المية أسفل الكوبري. لما جم أفراد المنظمة تبص على جثته، اكتشفوا إن الحبل فاضي تماما، وأوسكار مش متعلق فيه. والغريب والمرعب إن هم ما سمعوش أي صوت لأي حاجة وقعت في المية نهائي، ده حتى المية ما فيهاش أي حركة أبدا. الكلام ده طبعا كان أثار دهشتهم جدا على غضب شديد في نفس الوقت. ساعتها قرر 3 أفراد منهم إنهم ينزلوا البحيرة فورا علشان يبحثوا عن جثته ويفسروا اللي حصل بالظبط. واللي كان هيجننهم أكتر إنهم معثروش على جثمان أوسكار نهائي، وزي ما يكون كده فص ملح وداب. واحد منهم قال لرئيس المنظمة إن أوسكار أكيد لسه عايش، ومن المؤكد إن هو هرب ومستخبي في بيته وسط عيلته أو زوجته وأبنائه يعني. المهم اقترح إن هم يروحوا يولعوا في المنزل على أساس إن الأسرة تهرب من المكان، وأكيد أوسكار هيخرج معاهم، وساعتها يمسكوه فورا ويخلصوا عليه. طيب بعد ما عملوا الكلام ده كان المكان كله اتفحم بالكامل وتحول لكوم رماد.
وأوسكار في النهاية ما ظهرش ولا هو ولا أسرته، ولو كانوا فعلا موجودين جواه فمن المؤكد إنهم خلاص فرقوا الحياة للأبد بسبب القصة أو الأحداث اللي فاتت دي. فكانت روح أوسكار سكنت جنب الكوبري الخشب أو المكان اللي تم قتله فيه، وكانت تظهر للأشخاص اللي بتروح هناك على هيئة كائن مرعب، جسم إنسان مليان شعر كثيف ورأس ماعز، وبيصدر منه صوت مخيف زي ما يكون بيزقر أو بيزوم زي الحيوانات كده. ولو الشخص ده ما خافش منه وحاول إن هو يقرب ناحيته فكان بيختفي فورا. المهم في النهاية إن الروح مسالمة جدا وما بتأذيش حد أبدا، وبيقال إن هي بتبحث عن أي حد من أفراد المنظمة KKK من أجل الانتقام منه، وملهاش أي علاقة بالناس اللي بتروح هناك أو المغامرين اللي بتحب تستكشف الأماكن المهجورة. بالنسبة لتاني شبح أو روح بتسكن في المكان ده هي روح ستيف الشريرة، وستيف ده كان رئيس المنظمة اللي حكينا عنها. قصته باختصار إنه كان معروف عنه إن هو شخص عنيف وعدواني وإنسان ظالم في كل حاجة بيعملها، وكان دايما بيروح عند الجسر بالليل علشان يمارس السحر الأسود والشعوذة والكلام ده كله. المهم الناس كانت بتقول إن هو متجوز 3 سيدات، ولما جه يتجوز الرابعة كانت رفضته، فقرر إن هو يتجوزها بالعافية. يوم فرحهم كانت اتناولت السم وأنهت حياتها، وطبعا الكلام ده كان أثار غضب وجنون ستيف لدرجة كبيرة جدا، لدرجة إن هو قرر ينتقم منها حتى بعد وفاتها، وفضل يضرب ويعض في جثمانها بعد ما فرقت الحياة. تقرير الطب الشرعي قال إن سبب الوفاة الحقيقي كان العض والآثار بتاعته مش السم يعني، فكان ممكن البنت يتم إنقاذها وتكمل الحياة مرة تانية. الحادثة دي خلت ستيف يمر بحالة من الاكتئاب الشديد، وكان يروح عند الجسر يقعد لوحده بالليل من غير ما يعمل أي حاجة أبدا. وفي يوم من الأيام كانت ظهرت له روح أوسكار وقامت بقتله علشان قصة أو فكرة الانتقام اللي قلنا عليها من شوية. قصة أوسكار وستيف هما يعني من أشهر الحكايات اللي بتتقال عن الكوبري. في ناس بتقول إن هي مجرد أساطير ملهاش أصل من الصحة، وناس تانية بتقول إن هي حقيقية 100%، والسكان القدام هما اللي كانوا بيحكوا عنها، لكن للأسف هي مش موثقة في كتب التاريخ. والقصة بتقول إن أي حد بيروح هناك ويذكر اسم ستيف بتظهر الروح بتاعته وبتقوم بأذيته وأحيانا بضربه، وبتعتبر الروح ديت من أخطر الأشباح الموجودة أو اللي مستقرة في المكان ده. من ضمن قصص الكوبري الملعون هي حكاية جاك كيندل، وده باختصار كان شخص خارج عن القانون وكان بيمارس سحر الفودو، وطول الوقت كان فيه خلافات ومشاكل ما بينه وما بين رعاة البقر اللي في المدن المجاورة. وساعتها قرروا إنهم يقتلوه ويخطفوه عند الجسر، وهناك فصلوا راسه عن جسده. وعلشان خاطر موضوع السحر اللي كان بيمارسه فبدأت تظهر الروح بتاعته في المكان على هيئة جسد من غير راس، بيتجول ما بين الأشجار في الغابة كل يوم بعد منتصف الليل. وآخر قصص عن ظهور الأشباح هي قصة الست وبنتها اللي كانوا معديين من فوق الكوبري، وفجأة البنت الصغيرة وقعت في المية، وساعتها أمها نطت وراها في المية علشان تنقذها، وللأسف هما الاتنين غرقوا مع بعض. ومن لحظة الواقعة أو الحادثة دي فكل يوم بالنهار بتظهر روح السيدة وهي لابسة أبيض في أبيض، وبتكون واقفة عند نص الكوبري وبتبص أو بتنظر للمية على آخر هيئة هي ماتت فيها. والناس بتقول إنها بتفضل تنادي على بنتها، ولما مفيش حد بيرد عليها نهائي فبتفضل تصرخ بصوت عالي جدا لحد ما تختفي في لمح البصر. من ضمن الحكايات إن كان في مجموعة من عبدة الشياطين بتشتري أو بتصطاد القطط علشان يخلصوا عليها هناك ويقدموها زي قربان للجن والعياذ بالله، واستمروا فترة طويلة يمارسوا طقوسهم الشيطانية باستمرار في المكان ده. من فترة قريبة كان في ولدين بيلعبوا قريب من الجسر، والوقت سرقهم لحد ما الليل بدأ يدخل عليهم. ساعتها واحد منهم راح عند نص الكوبري، وفجأة كده في روح خفية كانت شالته ورمته جوه المية. ولما صاحبه خد باله من اللي حصل جري عليه بسرعة وسأله عن السبب اللي خلاه ينط في المية بعد ما خرج منها طبعا. لكن الولد كان مرعوب جدا وقال لصاحبه ان هو منطش او حاجة، وان هو حس ان في حد شاله وهو اللي رماه. وبعد كده روحوا هما الاتنين فورا وهما كانوا خايفين، ومحدش منهم فكر يروح عند الجسر مرة تانية. واحدة من الصحفيين كانت بتحب تروح هناك وترصد أي حاجة بتحصل معاها تكون غريبة أو ملفتة للنظر، وكانت ألفت كتاب بتوثق فيه كل حاجة حصلت معاها عن جسر دينتون. وأكتر المواقف اللي كانت بترعبها هناك هي تعرضها للضرب أكتر من مرة من روح خفية، ده غير الأصوات المخيفة اللي كانت بتسمعها على طول. وفي بعض الأحيان كانت بتتعرض للخربشة والعض.
بغض النظر عن القصص دي حقيقية ولا في منها أساطير، إلا إني حبيت يعني أشارككم الموضوع مش أكتر من كده. لو وصلت معايا لحد هنا وعجبك الفيديو، ما تنساش تدعمني باشتراك ولايك، وشارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك. وأهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي. سلام.